شوفوا يا جماعه الخير، مبدئيا قبل ما نبدا المقدمه، قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نبدا اي حاجه، هذا الفيديو مبني كامل على رايي الشخصي انا. فاذا انت شخص تتحسس وتزعل من اراء الناس الشخصيه، اتمنى منك انك تقفل الفيديو، لان هذا الفيديو مو بلك. روح تابع شفا، روح تابع دوره، روح شوف لك اي شيء في حياتك، لانه هذا الفيديو ما راح يصلح لك. والحين اخليكم مع المقدمه ومع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم انس، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. طبعا قبل ما نبدا الفيديو، اذا كنت تتابع هذا الفيديو يعني كالعاده في وقت صلاه، اتمنى منك انك تروح تصلي، عشان انا ما راح اكون سبب في دخولك الجنه. الشيء الثاني حاب انوه عنه، اذا كنت تتابع هذا الفيديو وانت ما انت مشترك، اتمنى منك انك تشترك عشان ان شاء الله نوصل 100,000 قبل نهايه السنه. والان اخليكم مع الفيديو. شوفوا يا جماعه الخير، الفيديو هذا مقسم لجزئين. خلينا نقول مثلا انه الفيديو 10 دقائق، حلو، 5 دقائق للشيء الرئيسي اللي بتكلم عنه، و5 دقائق للشيء اللي ابغى اقول لكم اياه، وان شاء الله انكم تتفهمون. حلو، تقريبا قبل العيد بيوم، يعني تقريبا بعد ما خلصت تصوير الفيديو اللي شفتموه امس، اللي هو امس وقت تصوير الفيديو، تمام. الفيديو هذا يا جماعه الخير اللي هو حق الفوبيا، الصراحه مره اعجبني الفيديو. فالمهم بعد ما نزلت ورحت شفت فيديو كذا اليوتيوبر احبه اسمه سليذر مان، قاعد يتكلم على معرض سوني، وانه هل يشتري الالعاب اللي فيه ولا لا. انا لما شفت الالعاب يا جماعه الخير ما عجبتني، والله ما استهبل يا جماعه الخير. انا اتمنى انها تنزل في البي سي. المهم لانه لو ان شاء الله نزلت في البي سي حالعبها 100%، اللي هي سايلنت هيل اف. هذه اللعبه الوحيده اللي اعجبتني حرفيا يا جماعه الخير. اما الالعاب الباقيه والله يا جماعه الخير كاي كلام، تحس كذا مسلكين في الالعاب حرفيا. مثلا يجيب لك اعلان كذا، فاهمين، لعبه ضخمه ومدري ايش وكذا، وفاهمين انه خلاص اللعبه هذه مو راح تكون لعبه السكين، راح تكون لعبه التاريخ. فجأة تلقى اللعبة 2D واللعبة أصلا خايسة. يعني طيب دام إنه اللعبة 2D، ليش ما تسوي إعلان حق اللعبة على شيء 2D؟ ليش تجيب لي إعلان ضخم في النهاية تطلع اللعبة 2D؟ حرفيا يا جماعة الخير كليك بيت بشكل فظيع حرفيا يا جماعة الخير. وبرضه على سوني، إحنا ما تحسبون بخلي سوني، لا طبعا يا أخي يا جماعة الخير، سوني الآن لو تلاحظون ذي الفترة مهما جودة التصنيع، مهما أي شيء كذا، الأجهزة السوني طبعا حلو، حرفيا كذا همها بس قد إيش تطلع منك فلوس، بس هذا الشيء الوحيد اللي همها. أنا ما بتكلم عن إكس بوكس خلينا نقول نتكلم عنها بعدين، حلو، مو في هذا الفيديو. هذا الفيديو مخصص لسوني حرفيا. فالمهم سوني تحس كذا ما عادت تهتم للعميل زي قبل، فاهمين؟ يعني لا احد يقول لي اوه مدري ايش، لا خلوني اشرح لكم، خليني افهمكم. الحين في 3 نسخ من بلاي ستيشن نزلت، اللي هو بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن العادي، بلاي ستيشن 5 سليم، بلاي ستيشن 5 برو. هذا بلاي ستيشن 5 العادي مو سليم، حلو، لو سليم اكيد بيبان انه في خط، ومو برو، مستحيل، انا ماني اهبل عشان اشتري برو. بلاي ستيشن 5 هذا تقريبا تقدر تقولوا سعه التخزين حقته تقريبا ما ادري كم كانت، اللي هي 800 جيجا، السليم تيرا مدري، البرو حتى تيرا او 2 تيرا ما ادري، فاهمين؟ يعني زادوا المساحه لكن خفضوا الجوده. يعني حرفيا الان لو تسوي مقارنه تمام بين البلاي ستيشن، طبعا السلم خلوه بعدين ان شاء الله، بعدين اتكلم عنه، بيكون نقاشي غير الالعاب، راح يكون نقاشي برضه على البلاي ستيشن 5 برو والبلاي ستيشن 5 العادي، حلو، مو السلم. السلم بتكلم عليه زي ما قلت لكم بعدين ان شاء الله، نخليه بعدين. الحين لما تسوي مقارنه في الشكل وفي مواد التصنيع، تقول انه بلاي ستيشن 5 هذا العادي هو البرو، مو بذا، ذا حرفيا يا جماعه الخير حرفيا بلاستيك، حلو. وحتى برضو الاشرطه حرفيا يا جماعه الخير لما تشتري الان شريط تحس جودتها مره سيئه، مره سيئه، مو زي اول، لانه البلاي ستيشن 4 تمام، الفور والفور السلم والفور البرو اكبر نسخه تمام، وافضل نسخه. لكن العادي والسلم برضو تقدروا تقولون فيه تدرج. لكن الان تحس لما تسوي كذا مقارنه شكليه، طبعا مو مقارنه في الاداء، لما مقارنه شكليه تحس انه هذا البرو حرفيا، هذا اكبر. انا اللي مستغرب منه انه كيف البلاي ستيشن 5 العادي هو اكبر نسخه من بين الاجيال حقته اللي هي البرو والسلم. هذا شيء مو منطقي. المفروض برو يكون اكبر في الحجم واكبر في الاداء واكبر في كل شيء، تمام، والسلم والعادي المفروض يكونون اصغر وادائهم اقل. لكن لما تسوي مقارنه تقول انه هذا البرو حرفيا، انه هذا حتى تحس انه اداؤه احسن. لكن تمام، الشيء الاهم انه حرفيا الان لما تشتري برو، طبعا ما يمديك تشتري كذا خلاص نسخه فيزيائيه ولا لا انت تشتري غصبا عنك نسخه مو فيزيائيه، اللي هو تدفع زياده على حق الاشرطه، بعدين تدفع زياده عشان تاخذ الستاند، بعدين تدفع زياده على مدري ايش. طبعا هو يدعم ال 8K. تمام، لما الحين انت رحت محل تبغى تشتري العادي او البرو، لما تشوف كرتون البرو تقول انه بس يدعم 4K، اما تروح تشوف البلاي ستيشن 5 العادي تلقاه 8K في الصندوق. طبعا حتى البرو يدعم ال 8K،
لكن هم شالوا ال 8K حرفيا من الصندوق. يعني حرفيا بلاي ستيشن كانت تقول هذا الجهاز سيء لا حد يشتريه، وحتى اصلا يمديك تشتري بقيمه البرو حرفيا تشتري بي سي احسن. هل تشتري سوني ولا بي سي؟ طبعا اكيد 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 بي سي، لانه افضل واحسن فاهمين واقوى. اما تروح تشتري جهاز بلاي ستيشن الغريب هذا ولا جهازهم المتنقل المعاق حرفيا يا جماعه الخير، انا لا حد يقول له انت بي سي فان بوي ما ادري ايش، لا لا لا، انا حرفيا يا جماعه الخير قاعد اتكلم بكل منطقيه، وحتى انتم فكروا فيها، روحوا شوفوا مراجعات البلاي ستيشن 5 وال5 برو، حرفيا صح المذون كنا نقول افضل شويه في الاداء، لكن يا اخي هذا احسن حتى شكليا احسن، لا جوده تصنيع لا شيء، حرفيا يا جماعه الخير كذا جهاز مصنوع لانك ما تشتريه. حتى البورتل حرفيا يا جماعه الخير، انا اول ما نزل البورتل كنت افكر اني اشتريه فاهمين علي يا جماعه الخير، حتى المبلغ حقه كان جاهز خلاص، انا عزمت اني خلاص هذا البورتل بشتريه، لكن اول ما شفت اول مراجعه انا قلت هذا الجهاز مستحيل اشتريه. اول شيء لازم توفر تغطيه نت، لازم تخليه في وضع السكون، ما صار جهاز متنقل، حرفيا هذا جهاز تلعب فيه في البيت، ما تتنقل فيه تروح مثلا خلينا نقول مثلا تسافر كذا كذا كذا، لا حرفيا ما صار جهاز متنقل ابدا، جهاز متنقل سيء حرفيا يا جماعه الخير. لكن لما تشوف الاجهزه المتنقله القديمه حقت سوني، ايش هذه الروعه، البي اس بي فيتا، البي اس بي جو، اقسم بالله يا جماعه الخير افضل اجهزه حرفيا متنقله من سوني كامله. اما تروح تجيب لي هذا البورتال، والله يا جماعه الخير ما ابغى اسب وما في خاطري كلام، لكن ما ابغى اقوله احتراما لكم حرفيا. زي ما قلت لكم بدايه الفيديو وارجع اعيد كلامي، اذا انت شخص تتحسس من اراء الناس الشخصيه زي ما قلت لك قفل الفيديو وروح تابع شفا افضل لك. هذه النقطه اللي كنت ابغى اتكلم عنها عن سوني والاشياء هذه اللي صارت في الفتره هذه في مجال الجيمنج. الحين بتكلم معاكم بكل صراحه. شوفوا، ادري انه الحين بعضكم يتوقع انه هذه الفكره اللي كنت اقصدها في الفيديو اللي راح، طبعا مو هذه هي الفكره ابدا حرفيا. شوفوا، انا الان قبل ما اصور فيديو كنت قاعد هنا في السرير وافكر انزل واحده من الاربع افكار هذه، قصه الفوبيا حقتي زمان، قصه تمام لشيء صار، وبرضه شيء صار وقصه حلو. انا كنت متورط بين هذه الاربع اشياء، طبعا الشيء اللي صار هو هذا الفيديو اللي انتم تشوفونه، فقلت خلني انزل عن الشيء اللي صار واللي كنت حتى اطبخ لكم اياه الفيديو اللي راح. لكن قلت لما فكرت في الموضوع قلت يا اخي المفروض مو الحين اتحمس وانزل عنها، لانه حرفيا موضوع تو الان حامي. يعني تقدروا تقول موضوع زي هذاك الشخص اللي تكلمت عنه اللي غدر فيني. طبعا هذاك الشخص يعني ليش انا تكلمت عنه، صح اني ما ذكرت اسمه ولا شيء، لكن الحق معي حرفيا انا من حقي اتكلم. لكن هذا الشخص كيف 50-50 تحسون، انا غلط وهو غلط. فالمهم طبعا هو مشترك في قناتي وبعض الاحيان يتابع فيديوهاتي حلو، فانا قلت ممكن مو الحين انزل عن القصه، يعني ما يبغى انزلها الحين، خلني استنى شويه الموضوع يهدى. زي ما قلت لكم الموضوع كذا جديد طازه كذا هو طالع من الفرن، فقلت خلني ما اتكلم عنه الحين. انا متوتر انه مثلا بعد ما انزل القصه يصعدها معي ويروح يشتكيني في النيابه. صح انه انا ما ذكرت اسمه ما ذكرت اي شيء، بس ذكرت القصه اللي صارت بيننا، لكن احترازا يا جماعه الخير ان شاء الله بحاول اتجنب هذا الموضوع. لما الموضوع شفته هدي وخلاص يعني حرفيا كل واحد راضي باللي صار له، على طول حانزل باذن الله. ما راح اسوي فيكم نفس ما سويت في هذيك القصه حقت ال100,000. قصه ال100,000 يعني كنت احاول اطبخها لكم، لكن استوعبت قلت هذه قصه مره حلوه ومره كبيره، فقلت خلاص خلني اخليها مع ال100,000 مع الفيس ريفيل، احس احسن فاهمين. لكن هذه القصه ما تنفع ال100,000، حتى هذه القصه ما تنفع ال500 مشترك. فزي ما قلت لكم هذه القصه ان شاء الله بعدين بنزلها، خلى الموضوع يهدى فاهمين، والنفوس كذا شويه تبرد كذا فاهمين علي يا جماعه الخير. فانتوا اتوقع وصلتكم المعلومه فاهمين انه انا استنى الموضوع بس يهدى عشان انزل القصه على طول. وطبعا مستحيل اذكر اي اسماء واي قصه باذن الله راح اقولها، ما راح اقول اسامي الا اذا كانوا اصحاب القصه راضين اني اقول اسمائهم فقط حرفيا يا جماعه الخير، عشان تعرفون وانا ما بتورط يعني. اكيد قصه الفوبيا قلت خليها بعدين كذا شوي، خليني اشوف تعليقات الناس على فيديو فوبيا المهرجين، قلت خليني اصبر شويه فاهمين. والشيء الثالث كنت بتكلم عنه قلت يا اخي الموضوع هذا لي فتره متكلم عنه، فما يستاهل افتح الموضوع مره ثانيه، ابغى استنى شيء قوي مره. انه صار فيها تحديث بس تحديث مو بذاك القوه يعني مره تحديث اوه كذا فاهمين، لا تحديث كذا بسيط. فقلت خليني استني لما يصير تحديث مره قوي مره كذا، تحديث تفجيري زي ما يقول سليدر مان حلو. حتى ان شاء الله في اوقات الاختبارات ما راح اسحب ولا راح اقطع باذن الله فاهمين، يعني راح انزل المواقف اللي تصير لي في قاعه الاختبار باذن الله تمام. والان الى هنا وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ومع السلامه.